السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سارة للتفصيل وإعادة التدوين. حصتنا النهاردة إسدال قطيفة بمناسبة إن رمضان السنة دي بإذن الله يعود عليكم بخير كده جاي في الشتاء، فهنعمل إسدال قطيفة. معانا النهاردة قطيفة خفيفة مش تقيلة، عشان لو عملتيه تقيل بوسع الإسدال اللي معقول اللي احنا بناخده هيبقى معرش وشكله مش حلو. فانت لما تكون القماشة تقيلة معاكي يبقى الإسدال ملموم. خفيفة توسعي براحتك، انما لو تقيلة ما بحبش ان هو يبقى واسع، يعني كبيرة قوي 90 سنتي. فانا عندي القماشة النهاردة عرضها 110 سنتي، يعني مش العرض الطبيعي بتاع القماش. وعادة اصلا القطيفة بتيجي فيها مطة لازم تتاخد بطول القماش علشان ما تبقاش المطة نازلة لتحت. انا عندي القماش النهاردة اهو العرض 110، هاخد الطول في 2، يعني الإسدال عندي طوله 150 سنتي. هاخد الطول مرتين، والجزء الباقي هكمل بيه الأكمام لأن عندي القماشة 3.5. هدي طول براحتي بزيادة وافصل الجزء الزيادة اللي عندي هاخده في الكم. طبقي قماشك كده وتنطريه يديك الخط مستقيم معاكي، بتقصي من غير ما حد ما يمسك معاكي او تعملي. انت تطبقي البرسل على البرسل بالشكل ده كده وتروحي ناطره القماش، هو بيظبط نفسه وبينزل صح مع نفسه. اي قماشه هتحبي تقصيها تعمليها بالطريقه دي، تطبقيها وتنطريها قوي هتلاقيها اتطبقت صح. خدنا الامام والخلف، هنطبق قماشتنا على 4، وهخلي الجزء المفتوح من عند الديل هخليه تحت، والجزء المقفول هاخده من فوق ومش هفتحه. يعني ده هيبقى معايا الديل اهو، واطبقه على 4. طيب لو انا جبت قماشه عرضها 150 هتعمليها ازاي؟ هتطلعي الوسع اللي انت عايزاه من الديل، سواء 90 سم او 100 سم من تحت، وتاخديه بطول القماش ورا وقدام اللي هو 3 متر، واللي بيطلع من الجنب بنطلع منه بقيه الاكمام والطرحه. انما دي قماشتنا النهارده عرضها 110 وناخده على بعض. بنعمل اول حاجه فرد اللي هو نص الاسدال، ومن الجزئيه دي نعمل دوران الرقبه الخلفيه اللي احنا واخدينه ننزل 3 سم، وبنعمل علامه بالصابون بالطباشيره بتاعتك علشان تاخدي دوران الرقبه الاماميه في جزء واحد بس. هتعلمي كده، انا عايزه فتحه تدخل الراس من غير ما ادخل احط سوسته ولا حاجه، بنزل بايدي بخمس صوابع كده وتروحي عامله دوران الرقبه الاماميه. وبنقصه طبعا لوحده علشان ما يتعملش مننا ورا وقدام. افصلي كده اهو، عشان انا مش عايزه اعمل خط كتف يبقى شكله احلى من غير خط الكتف. اهو الواحده اهو، ده دوران الرقبه الاماميه كده. اصبح عندك الجزء القداماني مظبوط. طيب انا عايزه اكمل الكم، اللي مش عايزه الوسع ده كله. هناخد محيط محيط الدراع، هاخده حوالي شبر واعمل علامه اهو، واخد دوران. بصوا شغلي النهارده كله بالايد اهو، فتر ب4 صوابع واروح واخداهم داخله جوه كده وعاملاهم على تحت طوال، بحيث ان انا الم الوسع شويه. كفايه عندي ايه يبقى متر بس، عشان ما يبقاش اوفر قوي في الوسع بتاعه يبقى شكله مش حلو. والديل باخد 3 سم كده على ما فيش من قدام عشان ما يبقاش ساقط من الجناب بالطريقه دي.
هنكمل الكم. انا عندي الكم مفروض 160 سنتي من هنا لهنا، لما تفردي ايدك كده من الصوابع دي، الصوابع دي 160 سنتي، انا عندي دولت 110. 160 سنتي هنقسمها هتدينا 80 سنتي، يعني انا 80 و80 160. فانا هقيس الجزء ده واشوفه ناقص قد ايه على 80 سنتي، يعني ابدا من عند اهو تطبيقه القماش نفسها اهي، واشوف هنا اهو، هنا عندي 54 وال80 لغايه هنا. الجزء ده بقى هنكمله باسوره عريضه، مش اسوره يعني جزئيه، هنركبها فيه، هنطبق اللي هي 110 معايا بالشكل ده كده اهو، وهنركبها في ده بالطول اللي انا محتاجاه. انا عايزه 80 سنتي، هخليها 85 عشان الخياطه، والتانيه هتبقى الجزء ده اللي هحطه. بالمنظر ده كده. هاخد من هنا حاجه بسيطه حوالي 3 صوابع كده على ما فيش، الم بيهم الاسوره، وبالطريقه دي جمعنا الاسدال. فين بقى الطرحه؟ الطرحه هنعملها، القماشه عندي 3 متر ونص والعرض كنس، يعني مش هتجيب لك طرحه من الاسدال نفسه. فانا الجزئيه اللي عندي اتبقت ديت هعملها بندانه. هاخدها ازاي؟ بالطريقه دي كده، شبرين معاكي اهو، وهتفصليهم، والجزء ده هيتاخد هعمله زي بندانه هي بدوران، هتركب، هيبقى المنظر بالظبط الشكل ده كده. طبعا هنجيب الفصوص على الراس كده، نعمل فرد وهنا فرد، ودولت هيركبوا مع بعض، هتبقى البندانه دي بالشكل ده. وطرحه سمراء هتركب في الجزئيه من دي لدي، ودي بتلف حوالين الراس تكملك الطرحه، تدي شكل جميل جدا. واستغلينا قماشه زي ما احنا عايزينها، ما رميناهاش، بفكره جميله وشكل احلى. وتعالوا نشوف بقى هننفذها ازاي ونخيطها. ونبدا نقفل الاسدال. اول حاجه هنقفلها الطرحه عشان تحسي انك عملت حاجه جديده. بناخد البندانه نركبها، طبعا عاملين فرد، الفرد على الفرد، من نص القماشه عاملين فرد، هناخد الفرد على الفرد ونحطه ونبدا نخيط. وناخد الدوران الجنب واحد منهم، وبنفس الطريقه الجنب التاني. طبعا في فصوص احنا شلناها عشان مبوظلكيش المكنه. بالراحه خالص على الفصوص وانت بتتعاملي معاها. اديتك اهي، شايفه المنظر ده كده زي بندانه كده. بتقفلي الجزء ده، بتحطي دي وتصديه بالظبط عشان لما تيجي تلبسي بتبقاش الحته البندانه بتاعت الطرحه ملوحه. وبتقفلي على قد الرقبه وقد ما تحتاجي. ادتني الطرحه بالشكل ده، هتفرديها وتخيطي فيها اي طرحه مناسبه عندك.
بالشكل ده كده. ولو حبيتي تكسري فيها مثلا الطرحه، عايزه طرحه عريضه والحته دي عندك كنزه معاكي، بتاخديها كسرتين. والطرح دي نازله موضه وشكلها حلو قوي، بس سعودي لسه ما نزلتش مصر، واللي شافها بقى اكيد في ناس شافتها وناس ما شافتهاش، فانا هوريها لكم اهي. الطرحه اصبحت بالشكل ده. الطرحه معايا بتاع الاسدال بتركب وبتتلفي بقى براحتك وتظبطي الدنيا. والاسدال طبعا تركيبه سهل. اول حاجه بنركب الاساور، هتشوفيها في اللبس على المانيكان هتشوفيها. الطرحه اهي. الاسدال هنركب المعصم بتاعه او الكم بتاعه. بنحط الفرط على الفرط ونبدا نركب. يعني انا ركبت المره اللي فاتت قدامكم، ركبت الجزء الضيق او جزء مستقيم، فانت بتعلميه الجزء الواسع اللي بتركبيه بفرط، وتحطي الفرط على الفرط وتوزعي شمال ويمين زي ما عملنا في البندانه بالظبط، علشان ما تتوهيش زي ما انا حصل معايا من شويه. بنقفله بالراحه على الفصوص. وهنتني الكم من قدام ونركب له استك. طبعا بتتني تانية على قد الاستك اللي هتركبيه عشان يبقى شكله حلو. هتركبي استك يعني تتني قد التانية بالظبط، علشان لو وسعتي على الاستك يبقى شكله مش حلو خالص. وتانيين على قد الاستك وبندخله بالدبوس. وركبنا الاستك. شايفين لما يكون مقاسه قد الفتحه بالظبط، شايفين بشكله احلى زي الجاهز. انما لما تكون واسعه وهو عايم فيها يبقى شكله مش حلو خالص. بيبالك ان هو تفصيل بقى. تقفلي الجناب الاستك من اول الاستك، وتاخدي الكم وتاخدي الجنب كله يتاخد مع بعضه حته واحده. ونكمل الجنب للديل. ده منزلين ام عبد الله على النت. ايوه مش فتحته. هيدينا المنظر ده كده، وبنفس الطريقه الجنب التاني. وادي الاسدال اهو طرحته اللي عملناها من قماش قليل بالمنظر ده اهي، وبتلفيها زي ما انت عايزه. وبعد ما لفيناها ادانا المنظر ده. اسدال اهو ب3 متر ونص، بس كان عرض القماش 110. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.